السلام عليكم، انا هبه طارق من سيركل فلاتر. وانا عبد الله ياسر، والنهارده هنتكلم عن التراك اللي هيخلينا نعمل تطبيقات موبايل على كل الاجهزه، وهو فلاتر. اول سؤال، يعني ايه فلاتر؟ فلاتر هي فريم ورك من جوجل بتخليك تبرمج تطبيقات على كذا بلاتفورم زي اندرويد واي او اس. يعني بدل ما تكتب كود واحد لكل نظام تكتب كود واحد بيشتغل على كل الانظمه، وده اللي بيخلي فلاتر مطلوبه بشكل كبير في سوق العمل. بس ليه نختار فلاتر؟ عشان هي اقوى واسرع فريم ورك بالنسبه لتطبيقات الهاتف، اللي تخلينا نعمل بكود واحد تطبيقات على الاي او اس والاندرويد وكمان الويب. وده اللي خلى شركات كبيره زي جوجل باي وعلي بابا وبي ام دبليو يبقى اختيارها الاول والاساسي هو فلاتر. وكمان لو حابب تعمل فكره جديده او ستارت اب جديده، احسن خيار ليك هو انك تختار فلاتر عشان هيوفر عليك فلوس ويوفر عليك وقت. ودلوقتي هنتعلم ايه في الرود ماب بتاعتنا. هتتعلم ازاي تعمل تطبيق من الصفر للاحتراف، يعني التطبيقات اللي بنشوفها كل يوم في حياتنا زي ايكوميرس اب وفيسبوك وانستجرام. كل التطبيقات دي بتستخدمها في موبايلك كل يوم، بس ازاي تعملها؟ في البدايه تتعلم لغه دارت المبنيه على فلاتر، وبعدها تتعلم الويدجت اللي بتخلي التصميم بتاع التطبيق بتاعك شكله حلو ومناسب لليوزر بتاعك. مش بس كده، هتتعلم ازاي تخلي التطبيق بتاعك يربط ببيانات حقيقيه عشان يبان واقعي. بس خلينا نعرف، هل لازم نكون محترف عشان ابدا في المجال؟ ابدا، مش لازم تبقى محترف ولا يبقى عندك خلفيه كبيره عن البرمجه. هو اهم حاجه يبقى عندك الصبر والالتزام والشغف في حب المجال. واحنا في ميجا بنوفر لك رود ماب كامله من الصفر للاحتراف، بيكون معاك منتور يساعدك في كل خطوه، يعني هتتعلم وتطبق وتسال في كل خطوه. وبس كده، لو حابب تبني تطبيقك اللي يكون ما بين ايادي ملايين الناس، التراك المناسب ليك هو فلاتر تراك، مستنيك تبدأ الخطوة معاه.